إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو فهذا يعني أن سفينة حنظلة قد تم اعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية أو من قبل جهات أخرى متواطئة معها، ويعني أيضا أنه قد تم على الأرجح اعتقالنا واحتجازنا بشكل غير قانوني، ولهذا تدعو سلطات بلد المغرب إلى فعل كل ما بوسعها من أجل تأمين الإفراج عنا، كما أدعو منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة بالتدخل والإبلاغ من أجل إفراج السريعة. السلام عليكم. سمعتي واحد الصحفي هذا المغربي اللي سميتو محمد البقالي اللي خدام فين في الجزيرة، صوم فيها انه خداو واحد الباخرة هو وشي جماعة وقال لك اسيدي غادي يمشيو على متن هاد الباخرة هادي الى اسرائيل. واحد عارف راسو راه غادي يمكن يشدوه ويمكن يديروا له العقوبات اللي المفروض يدار. هاد السيد هذا ما عمره لا نصف المغرب ولا هضر على القضيه ديال المغرب ولا دار شي حاجه. مثلا ملي كيتهضر الجزيره على المغرب وقف معاها بحال عبد الصمد ناصر. اش جاب لي جاب. ودابا سيادنا هذا اول ما وقعوا في يد الاسرائيل بمن كيناشد ويك ويك المغرب اجي وعتقوني، ويك ويك سيدنا اجي عتقني. المهم ما تلقوه، احنا غنشوفوا واش غيقول شي شكر ولا ماشي شكر. على العلم انه والله الا انا كنت انايا من البلاصه ديال الدوله المغربيه والله ما نحرك صبع. انت غادي كصحفي من قطر، صحفي ديال الجزيره، فعاود تناشد دوله قطر والشركه اللي هي مخدماك، القناه اللي هي مخدماك اللي هي ديال الجزيره، تناشدها. لا، ناشد المغرب ما كتعرفوه غير ملي كطيحوا. وهاد الهضره هادي كنقولها على هادو كاملين خونه ديال الداخل وديال برا. الله يعطينا وجهكم قاصح.